الادعاء الحق المدني عن اهالي احد المتوفين. كان محبوس في قضيه طار، يعني هو ما كانش راجل لا سارق ولا اي حاجه زي ما هم الاخوان كانوا بينعتونا النعت دوت النهارده عشان نسيب القضيه ونمشي. وذموا فينا احنا كمان كمحامين. وكنت بمثل عن اهل هذا المتوفي اللي هربوه قسرا عنه وغصب عنه، وكان معاه اخوه وحكى الحكايه كويس قوي في النيابه. المحكمه طلبتني بتقديم المحضر الخاص بيه، وان شاء الله الجلسه الجايه هنقدم. وكيف تصف جلسه اليوم استاذ ياسر؟ والله انا النهارده فوجئت باداء يعني سيء جدا. يعني اتضايقت من اداء المحامين ومن وضعهم. هم مش جايين عشان يحضروا محاكمه، ده ناس جايه عشان تعطل محاكمه، ناس جايه تتكلم في قفص زجاجي وبعيده عن القضيه خالص. ويعني للاسف الشديد انا استأت من اداء المحامين بعيدا عن اداء المتهمين، لان هم ليهم اداء خاص بيهم. انا بتتكلم حضرتك عن محامي الدفاع عن المتهمين؟ محامي ده يعني انا بوصفهم كلهم عدا استاذين جليلين، هو الاستاذ نبيل عبد السلام والاستاذ كامل منظور. كان ادائهم رائع وناس محترمين جدا. اما الباقيين من الزملاء فكان ادائهم سيء للغايه. وده انا الاحساس اللي جاي النهارده، لان كان في بيننا وبين كمحامين النهارده كواليس الواحد متضايق جدا منها. عموما بعيدا عنها انا اوصف الجلسه النهارده بانها كانت جلسه سيئه، وان الاخوان بمحاميهم مقصدهم هو التعطيل والتمثيل. يعني بيمثلوا على الشعب وبيمثلوا على المحكمه وبيكذبوا. الدليل على كده ان هم كانوا حتى في القفص قاعدين وسامعين كل حاجه، ولكن كذبهم كان مفضوح. يقولوا لا احنا مش سامعين، احنا مش واخدين بالنا، احنا مش عارف ايه. ولكن القاضي تحدث اكثر من مره انهم بالفعل سامعين الصوت، والدليل ان هم كانوا بيردوا ببعض الهتافات عندما يطلب من بعضهم الرد على هيئه المحكمه. في ادله اكثر من كده من مرسي نفسه. لما احد المحامين بقى وقف عمال يتفلسف ويوصف القفص وراح غلط كده في مرسي، شاف ان هي غلطه بالنسبه له، فبيقول ان هو قابع داخل القفص. قال له انا لست قابعا، انا اقف فيه شامخا كالجبل. وبالتالي كان بالفعل سام مستمع لهذا الصوت. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ياسر سيد احمد، احد المدعين بالحق المدني. وينضم الينا الاستاذ نبيل عبد